اليوم إن شاء الله غنوجدو هاد الطاجين اللي ساهل وبسيط وغزال وتيوجد في الدقيقة 90. أشنو غنحتاجو؟ يلاه معايا. أول حاجة على بركة الله عندي هنايا السردين غسلته مزيان ونقيتو ووريتكم اللور، خاصو يتحيد ليه واحد الشويكة تتكون عندو في الظهر ديالو. عندي الخرقوم، بابريكا، سكينجبير والقزبر مدقوق. هنا عندي البابريكا والخرقوم وسكينجبير والملحة. عندي فلفلة مقطعة، مطيشة مقطعة، وعندي الزيتون، وعندي القزبر والمعدنوس والحامض، وعندي هنايا واحد نص ديال الفلفلة، وعندي واحد البصلة صحيحة. هاد البصلة وهداك الربع ديال الفلفلة اللي قلت لكم غنطحنوه مع الثومة. هادو تيجيو في الكفتة السردين ولا كفتة اللحم، تيعطيو واحد النكهة سبحان الله غزالة. فوالا غنطحنهم مزيان. كيف تلاحظوا بعد ما طحنتهم هذا هو الشكل ديالهم. المهم غنمشي كيف تنقول لكم دائما، انا تعجبوني هاد الانيات نطيب فيهم وخصوصا رمضان. عندي هنايا واحد 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وغنضيف ليه هذيك البصيله والثومه اللي درنا اللي طحنا، وكيف لاحظتوا راني زدت عليهم فلفله مربعات. فوالا دابا درت التوابل وغنخليهم يتشحروا. غتبقى لي هنا غير المطيشه من بعد نضيفها. غنمشي لهذيك الطحانه نفسها ما غسلتها ما والو، وغنضيف ليها هذاك السردين، وغنبدا نطحن فيه حتى هو. فوالا انا ما طحنتوش بزاف البنات، المهم راه مطحون، المهم ما تيبقاش لي باين ديك انه صحيح. هنا غندير التوابل اللي فيهم القزبر مدقوق، وكيف شفتوا راهم فيهم بابريكا والخرقوم وسكينجبير. انا ما درتش الحار، نتوما البنات ديروا الحار، تا هو تيعطي الحوت بلا حار الصراحه، ولا كان حطيته جانبا، حيت راك عارفين اللي زعما اللي عنده شي حد من العائله ما تيبغيش الحار ما تيديروش. فوالا من بعد ما كورتهم درت لهم هاد الكويرات، وممكن ديروهم اصابع. هنايا كيف تلاحظوا داكشي نزل لينا، ديك البصيله وديك الفلفله، لا بالنسبه مطحونه ولا بالنسبه كروات. دابا غنضيف مطيشه وغنضيف القزبر والمعدنوس. القزبر والمعدنوس انا درت غير كميه قليله حيت هذاك الشيء اللي كان متوفر عندي، نتوما ممكن تضيفوا اكثر. فوالا نخليها تنزل لي مزيان، ومن بعد ما نزلات هذيك المطيشه راها سير بلاصه تنزل، غنضيف هذيك الكويرات اللي درنا ديال السردين. فوالا صافي من بعد غنخليه ينضج ليا ما وصلاش 10 دقائق هكا. فوالا تنضيف الزيتون والحامض ونخليه كيف قلت لكم ينضج ليا، وها النتيجة ديالو بالصحة والراحة وساهل وبسيط. إلى اللقاء.